اهلا بيكم في فيديو جديد مهم هنتكلم فيه على الزمالك يعلن تعاقد مع هايكو هيلينيتش، وهنتكلم فيه على تجميد 4 لاعبين لنهايه الموسم. هنتكلم كمان على عقوبات صادمه على لاعبي نادي الزمالك بعد الخساره من النادي المصري. اتمنى قبل ما نبدا دعمكم للفيديو يا زملكاويه، اعمل لايك للفيديو ده، ولو انت جديد عندنا في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس على الكل. ويلا بينا نخش على تفاصيل اخبار نادي الزمالك. وهنبدا باول اخبار معانا. والزمالك امبارح كان بيلعب ضد المصري، وشفنا كمان اتقدم في الثانيه 15 بهدف كان من خطا من لعيب نادي المصري، ولكن سبب الجون ده كان سيف فاروق جعفر. والمباراه كانت ماشيه بشكل كويس جدا واحرز الهدف الثاني، وشفنا المصري دخل هدف، ولكن شفنا كمان تمركز اللعيبه كان سيء جدا. والشوط الثاني شفنا بقى حرفيا الزمالك ما جاش الشوط الثاني، وشفنا كمان جون تاني للمصري برضه باخطاء دفاعيه كلها، واللعيبه كانت تايهه وسرحانه وما تعرفش كانوا شاربين ايه ولا واكلين ايه. والجون التالت طبعا ده اللي كان يعني مش عايز اقول فضيحه ولا كارثه، انا ما اعرفش اللعيبه لو قصده تعمل كده مش هتخسرنا المباراه. يعني انت كان قدامك فرصه ان انت تفوز بالمباراه وتعلي كمان السكور، ولكن للاسف اللعيبه لا عندها روح ولا عندها دم ولا بتلعب برجوله ولا حاسه حتى بقيمه التيشيرت ولا حاسه بقيمه الجمهور اللي بيتفرج عليها. مش عارف يعني هم عايزين ايه تاني؟ هم خلاص يعني موسم صفري حرفيا، يعني انت لا طايل مركز اول ولا هتطول مركز تاني. او هنعمل ايه بعد كده؟ يعني خلاص احنا كده الجمهور جاب اخره معاكم، احنا بنتفرج على الزمالك من غير نفس حتى، ومش عارفين اصلا ايه مصير الماتشات الجايه، انتوا هتلعبوا ولا مش هتلعبوا، مش عارفين حتى اللعيبه دي قادره تدي حاجه تاني ولا كده خلاص هم فنشوا معانا. ده غير طبعا بقى ان اعلن بعد كده رئيس نادي الزمالك على عقوبات جامده جدا على اللعيبه دي بعد نهايه المباراه، وكلها طبعا عقوبات هم يستحقوها. انا شايف اللعيبه دي بصراحه مقصره جدا في حق الجمهور. وقال بعد كده رئيس نادي الزمالك هيقرر تجميد 4 لاعبين وخصم كمان 30% من اجمالي عقودهم و25% من عقودهم الخاصه بالموسم الحالي بعد الهزيمه من المصري. وبصراحه ده برضه قليل جدا على اللعيبه دي، حرفيا اللعيبه دي ما عملتش اي حاجه لنادي الزمالك حرفيا، ولا حتى يعني مباراه كبيره حتى ادوها ولا لعبوا فيها حتى بشكل كويس. ده احنا حتى في الدوري بنعاني ان احنا حتى نطلع للمركز الثاني. ده حرام اللي احنا فيه ده، يعني اللعيبه دي مش حاسه حتى بالجمهور ولا حاسه باي حاجه. فحرام بجد ان اللعيبه دي حد يدعمهم ولا حد يقف قصادهم. ده الواحد حتى بيبقى هيموت ويسجل فيديو يتكلم فيه، ولكن من كتر الزعل والاحباط واللي هم جايبينه الواحد يعني بيكون مخنوق يتكلم ليه اصلا. نروح بقى لتشكيل الجهاز الفني الجديد اللي هو هايكو هيلينيتش، واللي هو طبعا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك. على فكره هو دلوقتي موجود في القاهره ويوقع كمان لمده موسم ونصف، واتمنى بصراحه ان هو يكون مدير فني قوي ويكون شخصيه جامده جدا على اللعيبه دي. اللعيبه دي بصراحه محتاجه تفوق شويه، واللعيبه دي لازم تبص لنادي الزمالك دلوقتي ان هو في المركز الخامس 33 نقطه. يعني احنا خلاص الاتحاد عدانا وبيراميدز وفيوتشر، الاهلي طبعا في حته ثانيه خالص 44 نقطه. فاللعيبه دي بجد لازم تفوق من اللي هي فيه. طبعا تشكيل الجهاز الفني هايكو هيلينيتش المدير الفني، عبد الواحد مدير كوره، احمد مجدي اللعيب السابق لنادي الزمالك مساعد مدير فني، وحسين ياسر المحمدي، وعندنا محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى. المدرب الالماني طبعا معاه محلل اداء ومعد بدني. بصراحه التوفيق للجهاز الفني الجديد ده ويكون على قد المسؤوليه، وفي نفس الوقت بصراحه اتمنى ان هو ينجح. بس اللعيبه دي بصراحه كواليتي تعبان جدا، واللعيبه كلها كسر، خصوصا كمان الاجانب اللي انا اصلا شايف الزمالك بيلعب من غير اجانب اصلا. احمد بالحاج بصراحه صفقه انا شايف انها مقبوله مش حاجه واو. مثلا ابراهيم انداي ده ميت، سامسونج مش موجود اصلا. فحرام يعني النقطه الوحيده المضيئه لحد دلوقتي ناصر منسي مدخل 4 اجوان، الماتش اللي فات 3 والماتش بتاع المصري جون، فهو ده الحسنه الوحيده اللي جت نادي الزمالك لحد دلوقتي. فاتمنى بصراحه ان الامور ما تكونش اسوأ من كده، ان حرام بجد اللي بيحصل في جمهور نادي الزمالك ده. احنا في 4 شهور حرفيا ما فوزناش غير 3-4 مباريات بس في الموسم ده، ما يرضيش ربنا. فاتمنى بصراحه ان الامور تتحسن، ولقى الله يا زمالك. ما تنسوش يا جماعه لايك واشتراك، وان شاء الله يعني دعمكم واحد ينزل فيديوهات. بس واحد بجد بيحبط جدا من نتائج نادي الزمالك لدرجه اصلا هو مش بيقدر يسجل فيديوهات مره تانية. فاتمنى ان شاء الله الزمالك الامور تتحسن، واشوفكم على خير. يلا سلام.